السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ امور بخير. بقيت عند الوعد ديالي كما وعدتكم في المغرب ان شاء الله. غادي نشارك معكم فلوغات لبعض الجولات اللي كندير هنا في هذه الولايه اللي ساكنه فيها. المهم اليوم ان شاء الله هوليداي لايتس او اعياد الاعياد او اضواء الاعياد عندهم مجموعه ديال الشوارع اللي كيتنافسوا بيناتهم، بمعنى السكان ديال الحي كيزينوا هذا الحي اللي كيكونوا ساكنين فيه باش الناس كيجيو كيصوروا مع وليداتهم. ولكن كيبقاو مثلا المدينه اللي غادي نديرو ليها اليوم كونكورد ستريت وويلمنتون، فغادي نبقاو غير في الطوموبيل، بمعنى السيارات بزاف ديال السيارات اللي جاو من مجموعه ديال المدن اللي غادي ندخلوا في الشارع في هذا الشارع وغادي نصوروا الاضواء وهاد الاجواء هذه ديال هاد الهوليداي لايت. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الجوله الصغيره او المغامره الصغيره بحد ذاتها. غادي تنادوا الوليدات كتسمعوا عمانو اسي الله كيغوتوا في الطوموبيل. المهم بعجاله، شكرا بزاف، كنتمنى انكم تشاركوا هاد الفيديو بزاف الناس. وبالنسبه للمتتبعين ديال امريكا فغادي نخلي لكم واحد اللائحه ديال مجموعه ديال الاحياء اللي ممكن انكم تقلبوها ولا تطلعوا عليها، باش الا كانت قريبه لكم شي حي من هاد الاحياء زوروه مع الوليدات ديالكم. والسلام عليكم. بارطاج باي باي. المهم انا نسيت ما قلت لكم واحد الحاجه ورجعت مره اخرى عاد من بعد نعاود نقول لكم باي باي. المهم هاد الشارع هذا كونكورد ستريت اللي فيه ويلمنتون، فهما شاركوا مع مجموعه ديال الاحياء بالنسبه لهذه المسابقه ديال الاضواء، وهما اللي ربحوا 50,000 دولار اللي استافدوا منها ساكنه هذا الحي، لانهم داروا واحد تزيين خيالي. وغادي نخليكم مع الصور وانتم اللي غتحكموا. باي. مجموعه ديال السيارات كما كتشوفوا جاوا من عده مدن مجاوره باش ضربوا واحد الدوره في هذا الشارع هذا باش يشوفوا هذه الاضواء. فللاشاره هذا المكان فهو مفتوح للعموم وبالمجان، كيبقاو حتى ل 9:30 ديال الليل بالنسبه للويك نايتس او لايام الاسبوع او ليالي الاسبوع، وكيبقاو حتى ل 10 ديال الليل في الويكاندز. فكذلك مفضل ان اي واحد جا يتجول بالسياره ديالو، فممنوع نهائيا ان الناس يهبطوا على رجليهم، بمعنى خاصك تبقى في السياره ديالك وانت كدور. فمفضل ان الناس يحاولوا دغيا يضربوا الدوره ويمشيو في حالهم باش كيتجنبوا الاكتضاد والازدحام في هذه المناطق هذه، لان الطريق كتكون عامره بزاف والسيارات كيبقاو في الخلف حتى هما كيتسناو النوبه ديالهم. كما ذكرت فهي بالمجان، وغادي نخلي ان شاء الله لائحه ديال عده مناطق واحياء في بوسطن اللي ممكن ان المتتبعات ديال امريكا يشوفوا هاد اللائحه هذه. غنخليها في صندوق الوصف باش يشوفوا المنطقه اللي قريبه لهم الا بغاو يديو وليداتهم وكذلك العائلات ديالهم. وبالنسبه لهاد الاضواء فهي غتبقى حتى البدايه ديال شهر يناير في الاسبوع الاول اغلب الاحيان، وكاين اللي كيخلي الاضواء حتى الاسبوع الثاني في شهر يناير. ونخليكم مع الصور مره اخرى. كما كتشوفوا انا كنصور لكم من برا، واخا كاين شويه البرد ولكن ماشي مشكل، الله حتى الدنيا هانيه. كما كتشوفوا الاضواء اللي زينوا بها ساكنه ديال هذا الحي، هذه المنطقه ديالهم ولا هذا الحي ديالهم اللي خلاتهم يكونوا هما الرابحين، واللي خداو 50,000 دولار فقط للابداع ديالهم والموهبه ديالهم. ان شاء الله هاد اللقطات هادو يعجبوكم. ادعوا لي البارطاج لهذا الفيديو، شاركوه مع الاحباب والاصدقاء، شاركوه مع الكل. بزاف الناس تعرفوا على سميه ويكون داعم للقناه ديالي وكذلك للمجهودات اللي كنحاول نشارك معكم.
ونخليكم مره اخرى ان شاء الله مع الصور. كما كتشوفوا بزاف ديال العائلات خارجين، كلشي فرحان وكلشي ناشط، اضواء الزينه والفرحه. بون كما كتشوفوا من بعد ما جينا من والمنتن في الطريق ديالنا هنايا في لين فيلز في سوغوس، حكينا هاد الدار هذه كبيره بزاف مزينه حتى هي وفيها اللايتس. الا بغيتو تجيو بالنسبه للبنات اللي في بوسطن اللي قريبه عليهم سوغوس يقدروا يجيو حتى هنايا ويشوفوا هاد الاجواء.